بسم الله الرحمن الرحيم. طرد الشناوي في مباراة الأهلي وسموحة. طرد سبب فيه حكم المباراة. سببت في الطرد، سببت في مشكلة لنفسك قبل أي حد. يا أخي الحارس ليه حصانة طبيعي، يعني الحارس ليه وحصلت مرة واثنين وثلاثة. صفر مرة مش هيعملها اللاعب تاني، صفر عليه التانية، المرة التانية أسهل ليك أنت. ده القانون مديك الحقية في كده. انت الحاجة الوحيدة اللي معاك انت الحكم الأحقية انك انت تصفر تخلص اي مشكلة. لما انت اللي بتحط نفسك في مشكلة قبل اللعيبة. الاهلي قال لك انا يعني بعد المباراة وقعت عقوبة على الشناوي. طبعا هو بيوقع عقوبة ليه؟ بيحافظ على يعني بيحافظ على اللعيبة، لانك انت النادي الاهلي، يعني انت بتلعب بطولة واثنين وثلاثة وعشرة. فمش انت يعني انت قائد، انت حارس منتخب مصر وكابتن فرقة، وهو اللي بيلم فرقة النادي الأهلي يا الشناوي. يعني هو يمكن الجمهور زعلان منه في حاجة زي كده. يا علي معلول طبعا المدرب مريح المباراة يوم السبت، كان ريحه امبارح. المباراة يوم السبت مع الرجاء إن شاء الله، وريح حسن الشحات وريح بعض من اللعيبة. كهربا مش عايز اتكلم عليه، مش عايز اتكلم على ال 12 مباراة او المليون بتوع كهربا. لجنة الانضباط هي اللي وقعت العقوبة. 12 مباراة ومليون جنيه. ما فيش في اللوائح الكلام ده. لجنة الانضباط ايه؟ ما فيش 12 مباراة في اللوائح والقوانين عندكم. ما فيش مليون جنيه. يعني معنى كده انتوا لا دخلتوا في لوائح ولا مش فاهم. انا مش فاهم بصراحة. يعني لجنة الانضباط انتوا عايزين الشباب والرياضة تطلع لجنة انضباط عشان تضبط عليكم. يعني اللي عايزين لجنة انضباط لكم انتوا مفيش خالص. اتحاد الكورة اصلا، اتحاد الكورة ما يقدرش ياخد قرار بوقف اي لعيب من النادي الاهلي بعد مباراة واحدة، عشان نكون يعني في الصورة. اتحاد كورة ايه؟ عشان تقول لي لجنة الانضباط بتعمل كارثة، تبعت لاتحاد الكورة 12 مباراة. انتوا في غيبوبة. ده انتوا مضيعين الكرة المصرية والافريقية برضه، انتوا اللي مضيعينها. مش ممكن. انما الزمالك، عايز اتكلم على الزمالك. يعني الزمالك ليا شهر ما اتكلمتش عنه بصراحة، لان انا قلت الزمالك ماليش مباراة تقدر تحللها له. ما تقدرش تحلل الزمالك مباراة، وقلت قبل كده وعدت كلامي مرة وألف. الزمالك محتاج رجالة يا اخوانا. الزمالك مش محتاج لعيبة. ما انت عندك الزمالك كلاعيبة اعلى من لعيبة الاهلي، انما كرجولة ما تحطهمش قصاد لعيبة الاهلي، ما تحطهمش قصاد لعيبة الاهلي نهائي كرجولة. فهو ده الزمالك عايز رجالة، تبقى عايزة قلب، تقدر تجيبك الفنيات. انت طبيعي عندك فنيات تتعامل بها مع المدرب، مع المدير الفني، شخصيتك وشخصية المكان وشخصية النادي ايه يعني. انا الزمالك مخليني اتكلم لساني يوقف لو اتكلمت على الزمالك. خرب بيوتكم لاعيبة كورة. ايه ده يا عم؟ انتوا مفيش نخوة، مفيش رجولة. حتى الشخصية نفسك انت مش عايز تحطها لنفسك. انا ما اقدرش اقول اسم لاعب من نادي الزمالك، ما اقدرش احلل لك مباراة. اللي بيطلعوا في الاستديوهات قلت لك بيحللوا لقمة العيش بالنسبة للزمالك. الزمالك عايز رجالة، الزمالك عايز انضباط برضه من داخل النادي. يعني لجنة كورة يا اخوانا، رئيس النادي نفسه ما يخشش فيها اي حد من مجلس الادارة زي ما بيعمل النادي الاهلي. لما تيجي تجيب لعيبة برضه ما تنجيش لعيب الكورة اللي هو بيقول لك 80% وتقول ده هيفيدني. لا، اديك شايف مروان عطية. شوف لما اندمج مع اللعيبة وحس ان بيته، بس ده خلي بالك من المكان نفسه ومن اللعيبة نفسه ومن الجهاز الفني نفسه. ان سيد عبد الحفيظ له دور كبير، بيهيئ اللاعب اللي بيجي ان المكان بتاعك، ان الاهلي بيلعب على البطولات، النادي الاهلي بيلعب على المركز الاول. انسى اي نادي جاي منه، انت كنت تاخد المركز العاشر ولا ال12 ولا 14. انت في نادي رقم واحد في افريقيا. هو بيطلب محاضرات للاعب اللي بيجي. احنا بنلعب على المركز الاول. ده النادي الاهلي، انت معاك جمهور، معاك اعلام، انت شخصيتك ايه، انت عايز تدي ايه للنادي. انما الزمالك مش فاهم. بيجي اللاعب، بيجيبوا اللعيب
يعني احنا متعودين على المركز الثاني مثلا، احنا على المركز الثالث، احنا لا، احنا بننزل، احنا بنحافظ على نفسنا، على كياننا بالشورت والفلنة والمنظر الشيك والشياك. اقسم بالله لا يمكن يكون لاعيبة كورة. احنا زي ابراهيم سعيد يقول لك ما هو كان في الزمالك بين الشوطين مش عارف يحط، يغير، يحط جل او يسرح شعره. ايه ده؟ انا لو مدير فني غير راسي خالص. مش ممكن. الزمالك ده عايز رجاله. انا من شهر بقول لك مفيش حد بيحلل الزمالك. لا تقول لي فاروق جعفر، ولا تقول لي جعفر مش عارف العمده، ولا تقول لي جعفر. مفيش. ما تعرفش تحل اكل عيش. بقعد في الاستوديو عشان ياكل عيش واتحط في الموقف نفسي. يعني ايه ده؟ ايه ده؟ برضه كجمهور ما فيش دم خالص انك انت تروح للعيبه زي دي. والله ما في دم يا عم. مشي اللعيبه دي كلها. اللعيبه دي كلها تمشي. لا انت عارف تتعامل نفسيا داخل النادي، ولا انت عارف تتعامل بشده. ايه ده؟ ايه اللعيبه دي؟ انتوا مفيش نخوه، مفيش رجوله، مفيش احساس، مفيش دم. ومشوهم. انا مش عايز اقول كلمه يعني، مشوهم. طلع الناشئين، هات نجي من الانديه التانيه بعض من اللعيبه الرجاله. ما تيجي تختار تجيب 6 7 صفقات، هات منهم 4 رجال، وهات 3 لعيبه كره واشتغل عليهم. الزمالك افقد الناس الوعي. ده اللي بيتفرج عليه. انا ما ببصليش خالص. انا سمعت النتيجه ما تعرفش تحلل لي مباراه. ما تعرفش تقول مثلا تحرك ده زيزو، تحرك مش عارف ايه، مين غطى على مين، الديفندر راح فين، المسك ايه، الباك ليفت طلع، الباك رايت، ولا ما تعرفش. لا عندكم دم، ولا عندكم كرامه، ولا عندكم شخصيه، ولا عندكم. ده انتوا قدام، حتى قدام لعيبه النادي الاهلي. ده انت الزمالك، ده انت في ماتش الاهلي والزمالك بتكون رجلك بتخبط في بعض. بص على اللعيبه كده في مباراه الاهلي والزمالك، تلاقي لعيبه الزمالك دي مش ممكن. ما يعني انت بتقدر تحكم على اللعيبه دي في مباريات زي كده. تلاقي لعيبه الاهلي نازله نار في الملعب. معودينهم على المركز الثاني، معودينهم على الثالث، معودينهم على الرابع. ده انا ما اعرفش بصراحه. ده اللي انا شايفه، لان دي لا ما يصلحوش يكونوا بيلعبوا كرة بيلي.